لما اولادك يقولوا لك يا ماما عايزين ناكل حواوشي، وانت تكوني قاعده ومكسله وتقولوا لهم لا روحوا هاتوا الحواوشي من بره، انا بصراحه مش قادره اعمل خالص، الجو بقى حر وانا مش قادره اقف في المطبخ تاني، ويروحوا بره ويلاقوا السندوتش ب40 وب50 جنيه، تضطري تقومي تقفي على طول سريعا تطلعي اللحمه بتاعتك من التلاجة وتقولي لا لازم اعمل حواوشي، ده انا هعمل اكتر من 50 رغيف، مش هيجيبوا ال50 جنيه. اللحمه موجوده عندي في البيت وهعمل احلى حواوشي، وضامنه نظافته وعارفه انا بحط فيه ايه، وعارفه تسويته الصح والمظبوطه. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، ولايكات من ايديكم الحلوه عشان نكبر بيكم ومعاكم احلى متابعين في الدنيا. وتعالوا بقى نشوف الحواوشي الجبار اللي بيضرب نار ده عملناه ازاي. طبعا الحواوشي ده حبيب اولادنا كلنا، كل اولادنا بيحبوا الحواوشي جدا، وطبعا احنا نفسنا بصراحه بنحبه. اكله سهله وبسيطه وبتتعمل في ثواني، طعمها حلو، شكلها حلو، خفيفة، يعني مريحة جدا لأولادنا، وأولادنا كلهم بصراحة بيحبوها، وما بتاخدش معاكي أي وقت، هتعمليها في ثواني. طبعا زي ما انتم شايفين الشكل شهي والطعم كان ولا أروع، وبجد والله والله ما بياخد أي وقت يا جماعة. وأنا عن نفسي بصراحة كلت منه كتير جدا، وعملت أكبر كمية حواوشي زي ما انتم شايفين بكيلو لحمة مفرومة، عملت عدد كبير بصراحة بكيلو لحمة مفرومة. يلا ندخل مطبخ الرضا، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. هنا معايا يا حبايبي اول حاجة ده كيلو من اللحمة. كيلو من اللحمة ده هحط له ايه؟ هحط له كيلو من البصل، وهحط له بالظبط كده قد 4 فصوص من الثوم. وطبعا الفلفل بالنسبه لي انا بحب، انا واولادي بنحب الحواوشي سبايسي. لو انت طبعا عندك اطفال وما لهمش في السبايسي ممكن تحطي الفلفل الاحمر الحلو او الفلفل الاخضر الرومي. هنبدأ بقى طبعا نقطع البصل مع الثوم مع الفلفل، كل الحاجات دي كده انا هقطعها في الكبة مع بعض. هحطها في الكبة وعايزاها تتفرم، مش عايزاها فرم ناعم قوي، لا انا عايزة فرم يكون خشن كده، حاجة بسيطة يعني. وهبدأ انزله على اللحمة. طبعا الحواوشي بيحب البصل، كل ما تديله البصل بتاعه المظبوط هتاخدي منه احلى طعم حواوشي. كملت الكمية زي ما انتم شايفين عملتها كلها، وطبعا هنزلها كلها على اللحمة. طب ايه اللي هنحطه تاني مع اللحمه ده؟ طبعا لازم دلوقتي تكوني محضره الدهنه بتاعتك كده، يا اما تبشريها على المبشره بس تطلعيها من التلاجة على طول وهي متلجه، وتبشريها بالمبشره على طول، لان لو ساحت منك هتلزق في المبشره ومش مش هتتبشر معاكي على طول. انما لو انت مش عايزه تبشريها ممكن تحطيها في الكبه وتعمليها برضو على طول، تضربيها في الكبه على طول مفيش مشكله. نزلت بقى كده بكيلو البصل اللي اتفقنا عليه، ومعاه الفلفل الاحمر ومعاه الفلفل الاخضر السبايسي. هنزلهم بقى كده ونشوف هنحط ايه تاني. يا جماعة الجزر المبشور ده بجد بيبقى تحفة تحفة بجد. الجزر المبشور لو حطيتيه على اللحمة المفرومة بيديلها طعم خرافة بيروح اخر الدنيا. ومعايا بالظبط كده ربع كيلو من الدهن اللي هو الحيواني، ده ربع كيلو من الدهن انا بجيبه واحطه كده في التلاجة علشان خاطر الحواوشي، ولادي لما بيحتاجوه بعمله بيه على طول. بدأت طبعا نزلت كده بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وطبعا ده علشان خاطر البيكنج باودر دوت بيخلي الرغيف بتاعك منفوخ حاجة بسيطة كده. ونزلت بمعلقتين من الدقيق. والدقيق ليه الدقيق علشان لو في اي سوائل في اللحمة بيمتصها، يعني لو في اي ميات اي حاجة من كده بيمتصها. وطبعا نزلت طبعا معايا بكيس الحواوشي اللي هو كيس توابل الحواوشي ده بيجي على طول جاهز من عند العطار، نزلت برضو بيه، وحطيت طبعا برضو معلقه من الفلفل الاسود، وحطيت طبعا لو عندك بهارات بشرة جوز الطيب مفيش مشكلة. وطبعا نزلت بقى وقلبت الكلام ده كله زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما حطيتش توم باودر لان انا عندي حطيت توم فريش، فعشان كده ما حطيتش توم باودر. هبدأ بقى كده بايديا كده وهضرب الكلام ده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هبدأ بقى ان انا اعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه، لازم اعجنه لحد ما احس ان اللحمه بتاعتي فتلت كده معايا. ولو انت بقى ما عندكيش التوابل بتاعه الحواوشي دي جاهزه او مش عارفه تعملي ايه، هتجيبي
هتجيبي معانا ورق لوري، وهتجيبي طبعا حبهان، وهتجيبي كبابه صيني، وهتضربيهم في المطحنه بتاعه الخلاط، وهتحطيهم هيعوضوا معاكي البهارات الحواوشي لو ما عرفتيش تجيبها من بره. طبعا خدت اللحمه بتاعتي وحطيتها في التلاجة. طبعا الكلام ده انا كنت اصلا عاملاه من بالليل، كنت متبله اللحمه من بالليل وحطيتها في التلاجة وسبتها للصبح تاني يوم هبدا ان انا اعملها. طب انت لو انت مثلا يعني مستعجله، لا ممكن تسيبيها ساعه في التلاجة عادي وهتشتغلي بيها. كل ما بتشرب من البصل والتوابل بتاعتها ريحتها بتبقى تحفه. احنا بمجرد حطينا عليها البصل كانت ريحتها بصراحه جميله جدا. جبت بقى العيش بتاعي، ده كان تاني يوم، وهبدا بقى اجهز كده عشان هعمل على الغدا. طبعا ده العيش دوت انا كنت اللي هو الميني، وطبعا هعمل برضو من العيش اللي هو بتاع الافران اللي هو البلدي العادي، يعني هعمل من ده وهعمل من ده زي ما انتوا شايفين، والاتنين بجد هيبقوا تحفه وهيدوكي نفس الطعم، جمال جمال بجد. هعمل اللي هو الرغيف الكبير، وهعمل كمان اللي هو الميني، وهوريكم كيلو اللحمه عمل معانا قد ايه. جهزنا العيش زي ما انتوا شايفين، وبدأنا جبنا اللحمه بقى بعد ما كانت ريحتها كده بصراحه مفحفحه وجميله جدا. الجزر المبشور بقولها لكم تاني بجد بيدي طعم تحفه. جبت بقى معايا كده زيت، ومع الزيت دوت جبت معلقه من السمنه. حطيت زيت على سمنه، يعني لو حطيت معلقه زيت عليها معلقه سمنه. الزيت والسمنه الاتنين، السمنه بتطري الرغيف والزيت بيديله طعم قرمشه كده، يعني بيبقى فيه الاتنين طري من جوه ومقرمش كده من بره. وبدات بقى هحشي، افتح كده بالراحه الرغيف احشيه، وبعد ما احشيه طبعا ادوس عليه كده علشان يتوزع كله في الرغيف كله. طبعا دهنت الصاج بتاعي سمنه زي ما انتم شايفين، وبدات تبارك الرحمن شايفين بقى حاجه والله بجد نظافه بنعملها لاولادنا كده، ضامنين نظافتها، عارفين احنا بنحط فيه ايه. ليه اروح اجيب الرغيف من بره ب 40 او ب 50 جنيه ليه يعني؟ انا اجيب في البيت واعمل حاجتي لاولادي وضامنه نظافتها، وهتعمل معايا كميه ما شاء الله، هتوكلي ولادك وحبايبك. بدأت بقى كده، جبت العيش وبدأت بقى ان انا ايه، هبدأ بقى كده بتمسكي قطعة اللحمة بتكوريها في ايدك كده، وبعد كده بتفرديها بصوابعك كده في الرغيف بتاعك، وتبدأي تدوسي عليه كده تبططيه كده علشان يتوزع في الرغيف كله. هنا كنت خلاص خلصت كل الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين، الصاج كله كمل ما شاء الله، واخد عدد برده مش قليل. وبدات بقى هدهن كده وش الرغيف بالسمنه. طبعا زي ما قلت لكم انا بحط سمنه على زيت، ما بعملش بزيت لوحده او سمنه لوحدها. عملت الوش بتاع الرغيف، وبعد كده هقلب الرغيف برضو، وهبدأ برضو ادهنه بنفس الطريقة كده. وطبعا دلوقتي انا مشغلة الفرن عشان يسخن. هنزل الشبكة بتاعة الفرن قبل الصاج مباشرة، وهدخل عليها بقى الصاج زي ما انتم شايفين كده. دهنته قدام، يعني دهنته من على وشه ودهنته من على ظهره. هاخده بقى ادخله زي ما انتم شايفين كده. نزلت الشبكه قبل الصاج اللي هو في الرف اللي قبل الصاج على طول. وطبعا الفرن طبعا شغال من فوق وشغال من تحت، يعني مشغله الشوايه ومشغله الفرن من تحت. وبدات بقى الرغيف اللي احس ان هو خلاص خد لون، ببدأ طبعا اقلبه كده. ما تقولوش بقى ان كميه الدهون دي كتيره او ايه الدهون اللي نازله دي، لا والله ابدا، ده الدهون دي طبعا نازله من الدهن اللي انا حطيته. وطبعا هو الحواوشي اساسا بيحب الدهن الكتير، يعني كل ما تديله دهن بتاخدي منه ريحه الحاتي، ريحه الحاتي اللي بتبقى شمينها واحنا ماشيين بره من ريحه الحواوشي وجماله. هنا كنت خلصت الكميه كلها تبارك الرحمن، طالعه زي الفل معايا. طبعا اللي باين ده الفلفل السبايس اللي احنا بنعشقه. مستوي سوى كهرمان، اللحمه مستويه جدا. عملنا جنبه سلطه بلدي، وطبعا مخلل، وعملنا جنبه طبعا وحطينا جنبه طحينه. وطبعا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين هو بيتكلم عن نفسه، تبارك الرحمن. عمل معانا عدد كبير جدا، طالع نظافه وحاجه جميله جدا بكيلو لحمه. فطرنا واتغدينا كمان منه، يعني اتغدينا واللي فات فطرنا منه، سخناه وفطرنا منه. بتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، وطبعا ما تنسونيش كده من ايديكم الحلوه بلايكات، وما تنسونيش في دعوه حلوه كده، ربنا يستجاب لنا ولكم يا رب. وما ننساش اخواتنا في غزه، ربنا يرفع عنهم البلاء يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.